الشعر. واحة شعرية يومية ينظمها ويلقيها على مسامعكم الشاعر حسن الدعيس. مع تحيات خالد ناجي الفقيه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن حمل السلاح، فأهلا وسهلا بالجميع. من الظواهر السلبية البشعة في اليمن بشكل عام، والتي تحولت إلى عادة خطيرة، وجود الأسلحة والذخائر بحوزة الكثيرين واستخدامها في غير محلها، وهذا يعد خللا خطيرا لكونه خروجا عن سيادة القانون. ومن الملاحظ وبشكل مخيف تفشي عادة حمل السلاح واستخدامه بين أفراد لا يحق لهم ولا يجب عليهم أن تكون هذه الأسلحة بأيديهم. يقول الشاعر: أأنت أخي؟ قال كف المزاح، سؤالك فيه الأسى والألم. فقلت أجبني استدار وصاح، أهذا سؤال وأنت ابن عم؟ صمت قليلا فقلت السلاح، لماذا حملت الشقى والندم؟ أجاب: أنا الشر عندي متاح، ولست أخاف إذا سال دم. فقلت له: الدم ليس مباح، وسفك الدماء حرام وغم، كذا السن بالسن بل والجراح قصاص أتسمع؟ قال: أصم. فقلت: بها النار من قال آح، وأنت لها بالغوى قد عزم. سلاحك أغواك ثم استباح صوابك وانساك طهر الحرم، وبيتا عتيقا به الشعر فاح، شذا المصطفى حين قال نعم، لهدم العتيق ولا الدم ساح. يهون أمام القوي الحكم، فقال: كفى يا أخي، ثم لاح محياه في بهجة وابتسم، وحط السلاح وقلبي استراح، وعانقني ولقول احترم، وقال: لقد زدتني انشراح، لأن السلاح شقاء وهم، وحامله عرضة للمزاح، وللعمد بالقتل مهما التزم. وأردف بالقول دمع النواح، من الثأر سال فذاك انتقم، وهذا تعدى بدعوى الكفاح، وآخر بالغدر كم قد ظلم. فقلت: سلمت أخي من نجاح، سوى الحب ما بيننا والقيم، وعلم يبصرنا للصلاح، ودين يبدد كل السقم. فودعني قائلا بارتياح: لك الشكر. قال وأدى القسم بأن لا يعود لحمل السلاح، ليحيا بنهج السلام أشم، فإن السلاح عدو الفلاح، ولله بالشكر فيه اختتم. وودعته ثم قلت السماح، أجاب: سلمت أخي وابن عم، كلامك في هامتي كالوشاح، وفي العقل ذكرى ستبقى الأهم. واحة الشعر. واحة شعرية يومية ينظمها ويلقيها على مسامعكم الشاعر حسن الدعيس. مع تحيات خالد ناجي الفقيه.